الأحداث في نادي الزمالك على صفيح ساخن. ماتشات، هزائم، سوء أداء، تخبط إداري، مشاكل فنية وإدارية. هنتكلم عن 3 حاجات النهاردة مهمين جدا: مصير مجلس الإدارة، مصير مرتضى منصور والمجلس الحالي، مصير أوسيريو، بمعنى يعني مش عايزين نقول مشكلة أوسيريو مع لجنة الكورة، مصير بعض اللاعبين والصفقات. طيب نبتدي الأول بمجلس الإدارة. مجلس الإدارة حتى الآن زي ما تقولوا كده هي لعبة القط والفار. وزارة الشباب والرياضة مستنية مجلس الإدارة يستقيل ويقدم استقالته عشان تبدأ تعيين لجنة. وفي نفس الوقت مجلس إدارة نادي الزمالك لحد دلوقتي محدش فيهم قدم استقالته، ومحدش فيهم نوه عن أي حاجة. كل اللي اتقال في المؤتمر الصحفي وفيما بعد المؤتمر الصحفي مفيش أي إجراء اتاخد. طيب وزارة الشباب والرياضة مستنية